ازيكم عاملين ايه؟ معاكم نورهان محمود بفيديو جديد من سلسلة Compare and Contrast. للجديد معانا في القناة، السلسلة دي غرضها انها تقارن بين وصفات اشهر فيديوهات على اليوتيوب والانستجرام. هنعمل النهاردة الكبدة الاسكندراني. هنقارن بين طريقة الشيف حسن وطريقة قناة يوميات زوجة عصرية. هتلاقوا لينك الوصفات في الفيديو من فوق والمكونات تحت الفيديو، واللي عايز اي وصفات نقارن بينها ياريت يكتب لنا في الكومنتس. هنبدأ بوصفة قناة يوميات زوجة عصرية. هي حطت الكبدة عليها توم وملح وكمون وخل وليمون، محطتش فلفل خالص، وقلبتهم وسابتهم ربع ساعة، وبعدين على النار حطتهم وقالت ما تقلبوش كتير. في الآخر حطت فلفل رومي متقطع شرايح لحد ما يدبل شوية، وبس كده، سهلة وسريعة. وده كان شكلها النهائي. الوصفة التانية للشيف حسن، حط الكبدة عليها خل وليمون وملح وفلفل وكمون وتوم، ويتبلوا شوية لمدة ساعة في التلاجة. وهنا بعد ما تتبلوا شوحت بصل على النار ومعاها معلقة صلصة وفلفل ألوان وبعدين الكبدة تتشوح شوية، وفي الآخر طماطم مخلية متقطعة شرايح وبقدونس، وبس كده. وده كان شكلها النهائي. وده شكل الطبقين في التقديم. هنقارن دلوقتي بين الطبقين. المدة، يوميات زوجة عصرية كانت سريعة جدا. طريقة الشيف حسن أخدت وقت شوية عشان التقطيع والتتبيل. توافر المكونات موجودة كلها في الأسواق، بس الفلفل الألوان ممكن مش موجود في كل بيت. شكل وجبة يوميات زوجة عصرية كويسة، بس شكل وجبة الشيف حسن مبهج بألوان الفلفل. طعم وجبة يوميات زوجة عصرية طعم الكبدة الأصلية، بس محتاجة شوية شطة أو فلفل. هي كانت قالت الفلفل لأ بيغمق الكبدة، فأنا ما حطيتش بصراحة، بس حاسة إن هي كانت محتاجة شوية تبقى حراقة. طريقة الشيف حسن طعمها كويس، بس مش كبدة اسكندراني، يعني كبدة بالخضار وفيها صوص كده، طعمها غني وحلو، بس مش كبدة اسكندراني. فلو بتحب أكلة الكبدة الاسكندراني، فالطريقة الأصلية هي طريقة يوميات زوجة عصرية. قولولي تعليقاتكم في الكومنتس وأنهي طريقة عجبتكم أكتر، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملولي لايك وسبسكرايب وشير. باي باي.